السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني أنا شيماء ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها وما تنسيش تاخدي جولة في القناة، إن شاء الله هتلاقي فيها ولو فكرة أو معلومة صغيرة هتفيدك. وما تنسيش اللايك بتاعك والكومنت وتفعلي كمان زر الجرس علشان يوصلك مني كل فيديو جديد أنا بنزله. وقبل ما نبدأ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو تفتكروا في الفيديو اللي فات انا عرضت معاكم تقسيمه فراخ حلوه قوي. كنت جايبه 3 فرخات علشان تكفيني لمده اسبوعين. النهارده بقى نزلت السوق، بس قبل ما انزل عملت فرز للتلاجة كده، وبصيت اشوف ايه الحاجات اللي موجوده عندي وايه الحاجات اللي دبلت وايه الحاجات اللي انا محتاجه اشتريها عشان تكفيني طول الاسبوعين. اول حاجه بدات بيها هي البصل. انا جبت 2 كيلو بصل. لقيته عند البياع ده بصراحه رخيص ب 12 جنيه ونص. فجبت 2 كيلو ب 25 جنيه. في ناس كانت بتبيعه ب15 وفي ناس كانت بتبيعه ب14 جنيه. بس انا لقيت البصل ده كويس كده ومن فوق كده الحتة دي مقفولة. فدي كده بصلة بتبقى نظيفة من جوه وما فيهاش اي عفونة ولا فيها اي حاجة بايظة. فانا كده معايا 2 كيلو ب25 جنيه. تاني حاجة معايا جبت 2 كيلو ونص بطاطس. بصراحة انا كترت البطاطس شوية المرة دي، قلت هتنفع للولاد كده لو حبيت ان انا اعمل لهم سندوتشات للمدرسة. شميت كمان ريحتها لقيتها لا كويسة. مش متخزنة ولا حاجة، مفيش فيها ريحة بودرة. البطاطس من الحاجات اللي سعرها لسه يعني كويس في السوق الحمد لله. بقية الخضار لا، اسعاره كلها غالية. الكوسة غالية، القلقاس نازل وغالي، البامية غالية. هي الحاجة الوحيدة بس اللي رخيصة في السوق الملوخية والبطاطس. جبت كمان كيلو خيار ب17 جنيه. ده خيار فلاحي، الخيار بقاله فترة برضو سعره عالي. ما نزلش عن 15 جنيه. في ناس بتبيعه كمان ب20 جنيه، بس المحل دوت لأ، أسعاره بتبقى مهاودة شوية كده زي ما تقولوا ايه. بينافس حبة بقية البياعين اللي في السوق. وجبت كمان ربع كيلو فلفل كوبي ب5 جنيه. الفلفل سعره الفترة الجاية ان شاء الله، يعني ده اللي انا سمعته ان هو هيزيد وهيعلى. هي معروف ان الفترة دي زي ما قلت لكم قبل كده، الفترة دي ما بين الصيف كده والشتاء. الاسعار بتاعت الخضار كلها بتعلى، يعني مش الطماطم بس. انا جايبه الطماطم دي ب15 جنيه، وده كان ارخص واحد برضو زي ما قلت لكم في السوق. كانت في ناس بتبيعها ب18 وكانت في ناس كمان بتبيعها في 20 جنيه. فهي الفترة ديت تعتبر بس ايه، يعني مؤقتة كده لغاية ما الدنيا بأمر الله تشتي. هتلاقي الخضار بقى حلو في السوق، وهتلاقيه كتير، والفاكهة كمان نفس الكلام. وهتلاقيهم أسعارهم نزلت خالص عن دلوقتي. فأنا بصراحة جبت كيلو واحد بس طماطم على قد استخدام التلاجة. أنا عارفة ان هو مش يعني مش هيقضيني الأسبوعين، فما حبيتش ان انا اكتر فيها علشان ما تبصي مني، ولو باظت مني حاجة ورميتها هزعل بصراحة عشان خاطرها. فقلت خلاص اجيب كيلو كيلو. نيجي بقى بعد كده للملوخية، يعني زي ما بيقولوا هي اللي مسيطرة يعني على السوق كله بسبب سعرها. وانا ماشية لقيت واحدة ست فلاحة كده قاعدة في الارض. نادت عليا وقالت لي تعالي خدي ربع كيلو ملوخية متقطفة ب8 جنيه. بصيت عليها بصراحة لقيتها حلوة وطرية وطازة كده، فقلت خلاص مش مشكلة، يعني حاجات بسيطة. بس هخف من على نفسي شغل شوية، وهخف من على نفسي برضو الشيلة من السوق للبيت. بعد كده قلت لها طب بصي اديني كمان ربع كيلو. فقالت لي لا بصي انا هديكي نص كيلو كده كله على بعضه ب15 جنيه. مش اول مرة بصراحة انا اشتري الملوخية اللي بتبقى متقطفة مع الفلاحات دول. النص الكيلو بيعمل لي 3 اكلات حلوين يعني. بيكفوني وبيكفوا الولاد في البيت. فقلت خلاص انا اجيب النص كيلو ده، وفي مره بامر الله هبقى اعملها معاكو بالهاند بلندر، واوريكم طريقه تخزينها، واوريكم ازاي هي بتبقى خضره وبتبقى حلوه. وجبت كمان البطاطس اللي انا جبتها معاكم قبل كده، اللي هي الحمرا دي بتاعت الشيبسي. بتبقى حلوه قوي، جربتها في الشيبسي جميله. ما بتشربش زيت خالص وليها طعم كده حلو ومقرمشه. فجبت كيلو ب10 جنيه، قلت يعني هبقى اعملها كده جنب الغدا كده، حاجة تفتح النفس للولاد. بطاطساية كده اعملها لهم شيبسي جنب الاكل. وجبت كمان كيلو بلح اصفر. البلح بصراحة حلو قوي، من بداية الموسم بتاعه هو مسكر وحلو. الكيلو ده كان عامل 15 جنيه. فجبت كيلو اصفر وكيلو احمر. الفاكهة اللي رخيصة في الاسواق اليومين دول مفيش غيرهم البلح والجوافة.
غير كده لا، كله سعره عالي بصراحة. المانجا سعرها زاد، الموز سعره عالي، البرتقان كمان نزل وسعره عالي. فانا قلت جبت كيلو بلح احمر وكيلو اصفر، وهجيب كمان في مرة لما ابقى انزل عشان الشنط كانت كتيرة عليا، يعني اجيب للولاد جوافة، يعني اعمل شوية عصير وشوية للاكل. وما جبتش الاسبوع دوت فلفل طويل يا بنات، ولا بارد ولا حراق. فرست اللي عندي في الدرج يعني. وطلعت المصحصحين اللي فيهم، يعني اللي ايه، اللي مش دبلانين قوي، وقلت دول اخليهم للاستخدام. نفس الكلام برضو مع الليمون برضو. نقيت الكويس اللي موجود في قلب الدرج، وقلت برضو همشي حالي بيهم. بدل ما اشتري انا المشتريات بتاعت المرة اللي فاتت لو تفتكروا، كنت جايبة كيلو ليمون ب15 جنيه. فانا فرست ونقيت الليمون اللي موجود الحلو هخليه للاستخدام. اللي هحس ان هي صفرة كده ودبلانة ومش حلوة بحطها في الفريزر. منين بقى ما اجيب فراخ، اجيب سمك، اجيب اي حاجة، باخد من الليمون الدبلان دوت واغسل بيه. بيخلي لي الحاجة ريحتها حلوة ونضيفة. ما اشتريتش اكتر من كده بصراحة الاسبوع دوت. بأمر الله انا عاملة حسابي ان الخضار ده هيكفيني لمدة اسبوعين. انا زي ما قلت لكم قبل كده الشهر دوت انا ماشياها مشتريات اسبوعين باسبوعين، ما حبيتش ان انا ازنق نفسي واجيب كل طلبات الشهر بتاعتي من اول الشهر، واجي بعد كده ما بيبقاش معايا فلوس. وانتوا عارفين ان الشهر ده بيبقى مزنق شوية مع الناس كلها، مذكرات وكتب خارجية ودروس بالحصة. فقلت لا، يبقى دايما ايه في فلوس في ايدي كده، مصرفش الفلوس كلها مرة واحدة في الاكل والشرب. ان شاء الله الخضار ده كله هيكفيني زي ما قلت لكم اسبوعين. هي الحاجة اللي ممكن اشتريها لو احتجتها علشان هتخلص مني الطماطم. جبت كيلو واحد بس، يعني سبحان الله الكيسة دي ب15 جنيه. انا يعني تقريبا من شهر كنت بجيب ب15 جنيه شنطتين طماطم مليانين قد كده يعني. بس الحمد لله، يعني الدنيا مفيش حاجة بتفضل على حالها، يعني حبة كده وحبة كده ويوم كده ويوم كده. وما اشتريتش بصراحة اي خضار تاني غالي من السوق. قلت لا، انا ان شاء الله هظبط دنيتي واظبط اموري بحيث ان الخضار ده يكفيني طول الاسبوعين. مش عايزة انزل تاني خالص، غير بقى بامر الله على بداية المرتب بتاعنا او بداية الشهر اول ما ينزل. طيب انت يا شيماء هتمشيها ازاي بما انك مش جايبة اي حاجة تتعمل خضار يعني او طبيخ طول الاسبوعين دول؟ بصوا انا معايا دلوقتي ملوخية ومعايا بطاطس، هم دول نوعين الخضار او الطبيخ اللي انا هعملهم طول الاسبوعين. طب باقي الاسبوعين يا شيماء لو كنتوا شفتوا الفيديو معايا اللي قبل دوت هتلاقوني عاملة تقسيمة حلوة قوي للفراخ. عاملة 3 اللهم صل على النبي، لا عاملة 8 وجبات. قلت بأمر الله هيقضوني اسبوعين. لو انتي حابه ان هم يقعدوا معاكي اكتر من كده تمام، ده كده يعني مفيش اي مشكله. حاجه ترجع لك انتي بقى على حسب دخلك قد ايه وعلى حسب ميزانيتك قد ايه. فانا بالنسبه لي معايا 8 وجبات فراخ ان انا امشي بيهم نفسي طول الاسبوعين. دول كده حلوين قوي، يعني تقريبا بمعدل كل اسبوع هعمل 4 مرات فراخ. هي للامانه مش فراخ صحيحه يعني كل واحد بياخد نايب وكده، لا هما فيهم مرتين كل واحد بياخد النايب بتاعه. انما بقية المرات لا، بتبقى مرة بانيه، بتبقى مرة ستريبس، مرة شاورما، مرة نجرسكو بالمكرونة كده يعني. بس المهم ان هو بروتين برضو في الاول وفي الاخر احسن من الاكلات النواشف والاكلات الشعبي. فانا كده هيكون معايا 4 مرات في الاسبوع هاكل فيهم بروتين اللي هو فراخ. وهجيب مرة 5 هجيب سمك مثلا. كده هيتبقى عندي يومين، يوم هعمل فيه ملوخية او بطاطس، واليوم السابع بقى هقضيها بصراحة اي حاجة. سواء هعمل عجة وفول وطماطم، او هعمل حتى اكلة فلافل كده وجبنة قريش وشوية جبنة قديمة وناكلوها بالعيش. وانا بصراحة لما جاتلي الفكرة دي قلت لا، لما اجيب فرختين او 3 فرخات مع بداية الاسبوعين دول هيطلعوا لي وجبات كتير قوي، وهيوفروا عليا كمان مصاريف كتير طول الاسبوعين. يعني انا ميزانية الخضار دي كلفتني بالظبط 92 او 93. وكنت جايبة كمان الفراخ عملوا
495 جنيه، نقوله يعني 500 جنيه. فكده انا صرفت تقريبا 600 جنيه. في اسبوعين هاكل فيهم 8 مرات بروتين، وعندي كمان الخضار اللي مكفيني. فانا بصراحة حسيت ان ده توفير التوفير كمان في اليومين اللي احنا مضغوطين فيهم دول. وطبعا اكيد يعني هنشتروا لنا برضو 2 كيلو، 2 كيلو ونص رز كده، على كيلو مكرونة مشكلة، على ربع كيلو شعرية. فهتلاقي الدنيا اتلمت معاكي. على عكس طبعا لو انتي مثلا هتنزلي تشتري اكل باليوم كده، كل يوم هتاخدي 100 جنيه وتنزلي تشتري فيهم اكل للغدا ب 14 يوم يعني اسبوعين، تقريبا 1400 جنيه. انتي لو حسبتي الحسبة اللي انا ماشياها معاكوا طول الاسبوعين دول، هتلاقيها ان شاء الله في حدود 1000 جنيه، مش اكتر من كده. فكرة تقسيم الفراخ دي بصراحة بتبقى فكرة عبقرية وحلوة قوي ومنقذة. الاكل الشعبي دلوقتي بيصرف وبيكلف وبندفعه فيه زيت، والناس كمان اللي بتشتري عيش لو معكيش بطاقة للتموين، فكل ده بتبصي تلاقيه ضاغط على مصروفك وضاغط على الميزانية بتاعتك. يبقى انا كده المرة اللي فاتت عرضت معاكم الفراخ اللي اشتريتها كانت ب500 جنيه، والنهاردة الخضار نقوله كمان 100 جنيه. يبقى كده انا معايا 600 جنيه الخضار والفراخ اللي هتكفيني طول الاسبوعين. لو هنفترض ان ديت مثلا هتكون ميزانية 1000 جنيه او 1200 جنيه، فهو تقريبا لسه معاكي نص المبلغ اللي احنا صرفناه، هتشتري بيه بقى الخزين بتاع البيت، سواء زي ما قلتلكوا رز او مكرونة او شوية بهارات، وهتلاقي الدنيا اتلمت معاكي في الوجبة بتاعة الغدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بأي حاجة صغيرة، واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنكمل مع بعض باقي المشتريات اللي هتكفي الغدا بتاع البيت بتاعي لمدة اسبوعين. والسلام عليكم ورحمة الله.